زلمة كبير بروحش بخمس ليرات 7 ليرات. انا بطلع من الساعه 7 للساعه 9 بالليل، والله العظيم ما بسوي 5 ليرات. لما انت اولادك بتروح مش قادر تعينهم راح يسبوا ويدعوا على اللي كان السبب، لانه هم هذول اللي قاعد ورا الكرسي باخذ 1000 و2000 ليره راتب. انا بتمنى اني اروح ب 15 و20 ليره لاولادي. حكومتنا واقفه على نقطه ضعف المواطن. الكهرباء بحاجتها احنا رفعوها، المي بحاجتها المواطن رفعوها، الدخان ادمرت الناس. يا اخي سكر شركات دخان، اذا خايف على المواطن سكر شركات دخان. وزاره الصحه بتقول لك هيو هذا بيؤدي للوفاه، طالما بيؤدي للوفاه ليش تخليه ينزل على السوق يا اخي؟ ترى الدنيا مش باقي على حدا، مش باقي على حدا، كلنا راح نموت وربنا راح يسالهم زي ما يسالنا احنا. شو المشكله بتعانوا منها؟ بس احنا بنعاني من تقريبا بدنا نقول من 10 سنين كان في شغل وكان في حركه والناس شغاله امور طيبه، بس تفاجئنا الايام هاي انه قلت الحركه شوي، فصار يتغول علينا العبد الدائري والمدينه. طبعا ما بيخدموا خطهم، الخط ما بيخدموا خط الحسين، واحنا بنفس الوقت خط الحسين الاصلي ما له ركاب، لانه احنا شارع خالد بن الوليد بيطلع منه 3 خطوط، الخط الاصلي وخط المدينه وخط العبدلي. فاللي بصير عندنا احنا في عندنا تداخل عدد السيارات من خط العبدلي، من خط المدينه، من خط جبل حسين 145 على 15 كيلو. عندك 145 اللي هو العبدلي، وعندك الحسين عفوا، وعندك 100 سياره تقريبا العبدلي، 245 سياره، وعندك المدينه تقريبا ال 40 سياره، 300 سياره على 15 كيلو. هلا في المطلع هون قديش واقف سيارات، وانزل على المجمع شوف قديش واقف سيارات. يعني فيش ولا سايق من السواقين هون بيطلع يوميته ولا بيطلع مصروفه الشخصي. وعندنا خطوط مضاربه، يعني عندنا خطوط من هون بدون ذكر اسماء خطوط، في خطوط من هون بتوقف على الزاويه هاي اسمه العبدلي الدائري، كويس، بيطلع عبدلي بينزل معنا. المدينه طبعا طريقه هو ينزل مع المدينه، كويس، لكن احنا عندنا سيارات زياده. يعني الواحد بيشتغل من الصبح من الساعه 6 للساعه تقريبا 8 المساء، يعني يده بيطلع مثلا خلينا نقول ضمان سيارته 7 8 ليرات 10 ليرات 8 ليرات، يعني عشان يسهر. فهمت كيف علي؟ يعني ما في دخل اللي يقدر يعيشك انت واولادك حياه كريمه. هذا غير المخالفات. طبعا احنا عندنا طبعا ضغط كبير جدا على المخالفات. السيارة بتوقف ساعة وربع ساعة ونص، تتحمل نقل بليرتين، وتحت بقعد ساعة ونص. يعني إذا حمل له 6 مشاوير أخو أخته إذا حمل له 6 مشاوير 7 مشاوير 8 مشاوير فيش. أنا بسهرش في الليل عشان نظري. طبعا احنا قابلنا المدير التنفيذي اللي هو نسيت اسمه والله، المهم قابلناه والزلم ما قصر، بس احنا تفاجئنا في المجمع الشمال بطلوا يردوا على تليفوناتنا، قالوا احنا اعطيناكم 6 شغلات، ال6 شغلات من شهرين وشوي ولا في منهن اشي. سكروا تليفوناتهم او اعطونا يعني سكروا خط علينا، وبنفس الوقت مش لاقيين استجابه من امانه عمان. يعني يعني بوعدوك ما عندهم اي تنفيذ لاي مطالب. مطالبنا كثيره مش كثيره، بقول لك انت مطالبك يا اخي ظبط لي شغلي. انا بحاجه انه حدا يقدم، يعني انا لو معي واسطه لو معي حرف واو بتنفذ كل مطالبي. امانه عمان هيئه النقل الموجوده في مجمع الشمال يخافوا الله فينا ويخافوا الله برزقتنا. بس لما يطلع وينزل مشان نص ليره ليش؟ والله بنضيع وقت، قسما بالله بنضيع، والبنزين غالي. يعني يعطونا دعم بنزين يا اخي، اعطونا 3 اشهر بعدين حرقونا قالوا ما في. ممكن اعاده النظر انه في خطوط ثانيه اللي داخله على خطنا زي العبدلي الدائري، بيطلع العبدلي الدائري ينزل العبدلي الدائري زي ما هو خط. احنا خط رئيسي جبل حسين، يعني احنا الاولويه ان خط جبل حسين ما لنا غير هو. في عندك الخطوط الثانيه المدينه الرياضيه مثلا، بامكانه يجي نادي شارع الاستقلال ويروح على المدينه ويرجع نفس الشيء، هيك بيبعد عن خطنا، هيك بصير عندنا مجال اوسع في انه يعني يتنافس على رزقه. لأمانة عمان انه تشوف حالنا وتنظر بحالنا، لانه احنا مقيدين مع امانه عمان. تنظر بحالنا وشوف حالنا، يا تشيل سيارات، يا تفتح لنا خط ثاني، يا تنقل السيارات على خطوط ثانيه. صوت عمان.